هلو بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ شلونكم متابعيني؟ ان شاء الله تكونون بخير. طبعا اليوم بديت وياكم فيديو جديد بغسل المسواق. بديت هنا أنا اغسل المسواق. هنا حطيت الطماطة وبديت اغسلها حتى ندخلهم بالثلاجة. هنا بديت اغسل هماتين الخيار، و يعني هم روتين سويت لكم بسيط بما تحبون الروتينات أزيد. المهم هنا غسلت الشجر أو حج أحمد، شو تسمونه أنتم محافظتكم، كتبولي بالتعليقات. وهنا حطيت البوتيتة. طبعا البوتيتة خليها منقوعة لين تدرون بيها طين. وهنا بديت هاي باقي المسواق هماتين، هذا أفطر أو فقع شو تسمونه أنتم، احنا هذا نسميه أفطر لين الفقع ذاك الكبار الشتوي. وهنا بهارات البرياني والخمرة عجين هماتين جايب، وهاي بهارات 7 اللي استخدمها اني، وشعرية انه مبصرة وصابون مثل ما شفتوا. طبعا هنا راح اسوي هذا الافطر على الفطور. هنا بديت اغسله، لازم اغسله زين بنات، لان تدرون هو يعني مزروع بالقاع في طين او تراب، فلازم اغسله زين. بس هو طبعا حتى لو اغسله بنات هذا شكله، لان تدرون يعني هذا هو هيك شكله، يعني حتى لو اغسله فلا تفاجئون يعني من راح اثم وتقولون بعده وسخ او هيجي. المهم بعد ما غسلته ونظفته هنا راح اثرمه. طبعا لازم يتقصص هو ناعم، انا هيك تقطيع إله حتى اسوي مخلمة. باقي الناس تسوي مرق او ما ادري شنو، المهم احنا نسوي مرق، قصدي مخلمة، ما نسوي مرق ابد. من يومي اسوي مخلمة. بعد ما قطعته وكملت هنا حطيت زيت بالطاوة وبصل. بعد ما شوية البصل تحمر ضفت عليه الافطر وظليت احمس بيه. هنا عندي طاوة بحتها ضفت بيها طماطة وملح وزيت وتركتها، ورجعت طبعا احمس بيه. كلش لازم ينحمس جيد. المهم هو ما تحطينه هواي بعدين يكفض يصير شوية. المهم حطيت عليه خاشوقة من المعجون وبديت هماتين احمس بيها احمس. وبعد ما انحمس كلش وطلعت ريحة المعجون ضفت الطماطة اللي مقليتها وحتها عليه، وبديت هماتين احمسها وياه. وكمل عندي هاي طريقته، اللي يعني ما تعرف طريقته بالمخلمة. هنا عندي رقية قصصتها حتى ابدي بالفطور. طبعا هنا قطعتها هيجي رقي، وكمل فطورنا البسيط. وسهمنا وسهمكم الف الف عافية بنات. وشوفوا يعني شكل المخلمة طلع يعني كلش حلو شكلها، والطعم ما اسولف لكم عليه كلش طيب. وانا حبيت بنات اراويكم ملابس العيد. اشتريت لاطفالي ملابس عيد. هذا طبعا البنطلون والبودي الابني علاوي كبير. اللي ما تعرفني طبعا اني اللقب مالتي ام علي، بس كاتبة على قناتي زهرة الربيع. المهم هنا هاي بدلة لبنتي عمرها 4 سنوات، بعتي ما مكملة ال4. وهذا فستان والشال مالته هماتين. واختاريت هذا الحذاء لان شوي يتوالم وياهن. وبنات هذا الحذاء هماتين البنت اشتريته حتى شوية يتلاعم ويا البدلة، يعني مو كله ابيض واحمر. هذا الاوفر لبنتي الصغيرة. وهاي الاحذية هماتين هاي الابني الحذاء صغير. وكمل فيديونا اليوم، تنتظروني بالفيديو الجاي. مع الف سلامة.